قال فنادى ربه مباشرة كما ورد في سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني إيش؟ وهذه كمان تصلح لك لنا ولك يا أبو سعيد في مجلسك العام. يقول يوم جاء يدعو الله ما قال وأيوب إذ نادى ربه أني أصابني الضر ولا أتعبني الضر ولا آلمني الضر. يقول لك أهل العلم تأدب مع الله حاول يجيب أرق عبارة قال مسني يعني حاجة خفيفة. وين حاجة خفيفة 18 سنة يتساقط جسده يوم تقول زوجته من أدب مع الله عز وجل. قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله مباشرة فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله معه. ورد في بعض التفاسير أنه كان عنده 14 ولد فجابت زوجته 28 ولد وفتح الله عليه أبواب الرزق ورد عليه المال وأعطاها الصحة. جت الزوجة من البادية وهي تدور لقمة العيش الزوجة ويوم جت دورت في الخيمة ما حصلت أحد إلا والله هذا الشاب اللي واقف عند باب الخيمة. قالت يا رجال شفت المريض اللي كان هنا خافت لا يكون حدا اشتله ولا السباع أكلته. قال أنا أيوب. فردها الله إلى زهر الشباب في أجمل ما تكون الصورة في أحسن تكون وفي أحسن صورة وفي أجمل ما يكون. قال أنا أيوب. قال الله عز وجل فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قال بعدها وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. من إيش؟ من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. الابتلاء تعطوني دقيقتين. تفضل أبو. من الابتلاء أيضا وأختم بها أيضا هذا الحديث ترى قلت بختم 100 مرة. تفضل. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام ترى الابتلاء يوم يمرك ترى هذا منهج الأنبياء هذا فضل الله عليك. وحتى بعض السلف مثل ما ذكروا بعض الأخوان بعضهم إذا ما مر به المرض ولا مر به التعب يفقد نفسه يقول يا ولد إن الله حتى قال في الحديث إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذ عزيز مقتدر. أي إبراهيم عليه السلام نزل في واد غير ذي زرع وما معه إلا زوجته وابنه إسماعيل وقال له الله عز وجل وهذا درس بأن العلاقة مع الله عز وجل حتى لو أنك في أقصى الأرض ولا في مكان خالي قال فالزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان. أنزل الزوجة وأنزل الولد وتعرفون القصة وكبروا الولد وأنت قبل شوي دمعت الأعين. والطنطاوي يقول الأولاد قطع من قلوب الآباء. يوم تذكرت ولدك سعود أسأل الله أن الله يجمعك به في الجنة وأن الله يجبر مصابك وأن الله يداوي جرحك وأن الله يجزل لك المثوبة والأجر وأسأل الله عز وجل أن يكون اللقاء جميل في جنات النعيم. يقول الطنطاوي الأولاد قطع من قلوب الآباء فإذا مات الولد ولا غاب ينقص قطعة من القلب فيبقى القلب مكلوم وحزين. كبر إسماعيل في واد غير ذي زرع. يقول أهل العلم غير ذي زرع ما فيه زرع دليل ما فيه ماء وما فيه ماء دليل ما فيه بشر. قال فكبر الولد ويوم صار عمره 12-13 سنة أشد ما يكون التعلق الوالد بولده وأشد ما تكون الحاجة. قال فلما بلغ معه السعي يقول أهل العلم بلغ معه السعي قد يروح معه ويجي يرحب بالضيفان ويذبح الذبيحة ويودي أهله ويجيب ويخدم. قال يا بني إني أرى في المنام إيش؟ ترى ما هي بسهلة ما معك إلا ذا الولد وتذبحه. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله إيش؟ ليش؟ يقول أهل العلم ليش قال ما ستجدني إن شاء الله من المطيعين؟ ليش ما قال ستجدني إن شاء الله من المنفذين؟ المسألة أبغى لها إيش؟ صبر. الله يجعلنا وإياكم على الأقدار من الصابرين. قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم استسلم الولد لأمر الله فيقتل في زهرة شبابه واستسلم الوالد لأمر الله فما معه إلا هذا الولد. قال فلما أسلم وجاء وبلغ زوجته وقال الولد بنذبحه وأمر الله يا زوجتي. قالت وين نروح من أمر الله ما معنا إلا أمر الله نستجيب. قال فألبسته وطيبته وزينته ثم قبلته بين عينيه واحتضنته وبكت كأن هذا اللقاء لا لقاء بعده إلا في الآخرة. كما يقول الشاعر ابن زيدون بنتم وبنا يعني ابتعدتم وابتعدنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا نلأم حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي موقف الحشر نلقاكم ويكفي. وأعطت الأب السكين في يد والولد في يد طفل صغير 12 سنة 13 سنة وذهب من عند الحرم إلى منطقة الذبح في منى كما أمرها الله. وهو ماشي في الطريق لوحت الأم بأن اللقاء في الآخرة. والله طيب حتى الخاطر ترى ما فلتنا الله كذا.
قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قالوا ما شابه، السكين في يد والولد في يد. يقول أهل العلم فاهتز عرش الرحمن من فوق 7 سماوات، وأخذت الملائكة تولول وتبكي وتقول يا واحد اترك الواحد للواحد. يا رب، تقول الملائكة ما معهم يا رب إلا ذا الواحد، خلنا لهم يا رب يا واحد اترك الواحد للواحد. وذهب به إلى منطقة الذبح، والتقت العين في العين والوجه في الوجه. الأب ينظر في ولده الذي هو قطعة من القلب، والولد ينظر إلى الأب الذي هو أرحم وأرق وأطيب من في الوجود بعد الله عز وجل. قال يا أبي، قال نعم يا ولدي. قال إذا جيت تذبحني لا تنظر إلى وجهي. قال إيه؟ قال ليه يا بني؟ قال أخاف أني أخليك تحول بينك وبين أمر الله، أني أحول بينك وبين أمر الله، خاف أنك تقصر ترحمني وتعود تقصر ولا تفرط ولا تبطل. يا بني يا أبي إذا جيت تذبحني فكبني على وجهي. قال فكبه على وجهه، وأخذ السكين يذبح فانقلبت، في الثانية فانقلبت، في الثالثة وإذا بصوت يملأ الوادي والمكان يا إبراهيم، فالتفت فلم يراه. يا إبراهيم يا إبراهيم، فالتفت أن قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فرسالة الابتلاء والصبر سبقنا فيها الأنبياء والصالحين. أذكر في حديثك يا أبو سعيد الله يرفع قدرك ويجزاك الجنة مع أبو أنس يوم تقول وش ننحن؟ قد سبقنا الأنبياء وسبقنا الصحابة. أنا مستغرب هذا الروح الجميلة. أنت اليوم خليتنا نخرج ونروح لأولادنا بصورة مختلفة، أعطيتنا الأمل وأعطيتنا الصورة